وانا قاعد مستني اذان المغرب لقيت رقم بيرن عليا. ايوه. قال لي ينفع تروح تفتح الباب دلوقتي؟ انا سايب لك حاجه قدام الباب. قلت له ايه هي؟ قال لي صندوق، اطلع بره وخده. وفتحت الباب. وفتحت الباب لقيت فعلا في صندوق. دخلت الصندوق جوه وفتحته لقيت في الصندوق ايه؟ وفتحت الصندوق لقيت جواه 5 ايفون و2 ايباد. وطبعا من الفرح انت اتشليت. لا خالص يا دكتور. امال ايه؟ كمل. ولقيت معاهم يا دكتور فيزا ومكتوب عليها الرقم السري. خدت الفيزا ورحت عند المكنة الاي تي ام، حطيت الفيزا ودخلت الرقم السري لقيت جواها 7 مليون جنيه. وطبعا من الفرح انت اتشليت، صح؟ لا خالص يا دكتور. امال ايه؟ كمل. وبعدها رجعت البيت واتصلت على الرقم، قلت له انت مين؟ قال لي انا فاعل خير. وطبعا انت من الاستغراب اتشليت. لا خالص. او بعدين اخلص. وفجأة يا دكتور وسمعت صوت امي الجميل الرقيق وهي بتقول لي اصحى يا حيوان علشان تلحق تصلي مع ابوك. هنسيبنا من الحلم دلوقتي خالص. يبقى انت صحيت على اذان المغرب علشان تفطر على طول. لا خالص يا دكتور. امال ايه؟ ما طلعتش صلاة المغرب، طلعت صلاة الفجر وهيبدأ الصيام في اليوم الجديد علشان هم نسيونه وانا نايم. وهو ده اللي شلك؟ ايوه يا دكتور. وهو ده اسلم حل بدل ما انا اللي اتشل.